31 ثانية على نهاية المباراة. 71-68. هل يفعلها أبناء الشاطبي أم أن التقدم يكون للزمالك ويحسم هذا الموقف لصالحه؟ وبيحتسب على طول الكابتن محمد شحاتة خطأ على نادي الاتحاد السكندري، ووقت مستقطع على طول بيحتسبوا لنادي الاتحاد السكندري. اهو على جون توماس اكيد احتسب الخطأ ده اهو كابتن محمد شحاتة. مفيش وقت مستقطع. ادي عصام عبد الحميد. هنشوف بقى الاثنين المديرين الفنيين واقفين على اعصابهم. وادي براندون يسجل الاولى. ادي الجماهير قاعده شايفين كده، الناس الكبيره اصحاب الخبرات قاعدين بيركزوا في المباراه عكس الشباب اللي بيشجع. وادي براندون يضيع الثانيه، سجل واحده وضيع واحده. 72-68 وياخد هيثم كمان، انما على طول تتحسب الكوره. اعتبرها في الاسطوانه الوهميه على طول حكم اللقاء. و 72-71 لصالح نادي الزمالك. اهي جابها مظبوط ابراهيم العدوي من الاسطوانه الوهميه. دقيقه 9 ثواني على نهايه اللقاء. دقيقه اثاره، دقيقه متعه، مفيش كلام، احنا مستمتعين معاكم. مين هيفوز باللقاء؟ هو ده اللي احنا عايزين نشوفه. وادي هيثم ويمر هيثم، انما خطأ، يعترض على خطأ من كابتن محمد شحاتة. بيحتسب خطأ على رقم 10 من الاتحاد السكندري مهند عصام الصباغ. 59 ثانية 38%. وابراهيم العدوي سجل الاولى وواقف معاه امير الفنان. سجل الاولى ابراهيم العدوي. 73 الزمالك 70 الاتحاد، ويسجل الثانية العدوي ايضا. والوقت المستقطع على طول بيطلبه نادي الاتحاد السكندري. 74-70. 59 ثانية و38%. وهيستلم الكرة من منتصف الملعب من الجهة المقابلة لترابيزة التحكيم. آخر 59 ثانية و38%. والفارق 4 نقاط لصالح نادي الزمالك. فارق مش كبير في عالم كرة السلة، انما نشوف بقى الخبرة والشباب. دفع بكل خبراته الكابتن عصام عبد الحميد، ونادي الاتحاد السكندري بيلعب بكل اوراقه، والكل باستثناء امير الفنان وموكي كلهم شباب. وادي امير الفنان ويسجل نقطتين للاتحاد السكندري. والهجمه للزمالك وبقى 44 ثانيه. هل هتتقطع وتترد ام يسجل الزمالك ويقضي على امال الاتحاد؟ هي دي الثواني المتبقيه قدامنا، و15 ثانيه متبقيه من زمن الهجمه، وتتلعب للحسيني وطالع الحسيني، انما تتقطع من الحسيني ويلمها لعيبه نادي الاتحاد السكندري. وفاول على مين؟ خطأ على مين بيحتسبه محمد شحاتة؟ بيحتسب خطأ على الاتحاد السكندري. خطأ من محمد شحاتة. خطأ هيقول لمين؟ كل دكة بدلاء، او نقدر نقول المدير الفني والمدرب العام نادي الاتحاد والمدير الاداري، الكل اهي بتتعاد مرة اخرى. رايح امير لعب الكرة، وقع امير في الكرة اللي فاتت دي، اخدها هيثم وادي الصفارة. انما القرار يعني نسيبه لحضراتكم نشوفه. وادي امير منفعل، انا شفت يمكن الاعادة، شايفين الاعادة كلنا. وخطأ، او نقدر نقول احتسب الخطأ الكابتن محمد شحاتة على امير الفنان. الاعادة وضحت لنا بشكل كبير جدا ان قرار الحكم يعني نسيب الصورة هي اللي بتحكم. احنا كمعلقين بنوصف بس ايه اللي بيحصل في الصورة، انما قرارات التحكيم هي الحكم صاحب القرار. انما انفعال الجهاز الفني النادي الاتحاد السكندري في الكرة اللي فاتت دي على ما اعتقد يعني صعب جدا. الكرة اللي فاتت شفتها مع الاعادة. وادي عمرو ابو الخير، وهيلعب هيثم السعيد رميتين حرتين.
يسجل الرمية الحرة الأولى هيثم. هيلعب الثانية هيثم ويسجل الثانية هيثم السعيد. ووقت مستقطع طلبه عمرو أبو الخير. وقت مستقطع بيطلبه عمرو أبو الخير. لا مش مظبوط اللي بيحصل ده. يعني انا شايف دلوقتي انفعالات كبيرة جدا داخل الصالة. 28 ثانية واحد من 10 على نهاية اللقاء. يستلم مهند تتقطع الكرة انما خطأ على هيثم السعيد. هيستوجب رميتين حرتين لصالح نادي الاتحاد السكندري لصالح موكي. 26 ثانية و48 من 100 على نهاية اللقاء، ورميتين حرتين لصالح نادي الاتحاد السكندري. جون توماس يسجل الرمية الحرة الأولى، يقل الفارق إلى 3، ويسجل الثانية ويقل الفارق إلى 2 نقطة. وبيطلب في اللحظة دي الكابتن عصام عبد الحميد وقت مستقطع. يطلب وقت مستقطع. 26 ثانية و48 من 100 وفرق باسكت لصالح نادي الزمالك. يعني بنقول كده خلال هذه الفترة الوقت بيمر حثيثا. عايزين نقول ان الضغط ده طبعا نتيجة ان الفريقين المنافسة قوية جدا. كل ما زادت المنافسة كل ما زادت الإثارة والمتعة، كل ما زاد الشد العصبي. هو ده اللي احنا حاسين بيه في الملعب الآن. عشان كده صالة نادي الاتحاد السكندري ممتلئة بالجماهير اللي جاية تشجع، حاسة انها مباراة هتكون قوية جدا. علشان كده اهو كل الجماهير كلها جاية تستمتع بهذا اللقاء. 26 ثانية و48 من 100 على نهاية هذه المباراة، والتقدم بفرق باسكت واحد لصالح نادي الزمالك. شوف يا ترى عصام عبد الحميد قال ايه للاعيبته، نشوف يا ترى قال ايه عمرو ابو الخير للاعيبته. كل منهما بيدي كل اخر ما عنده في الثواني الاخيره. لعبه الثواني، لعبه العمالقه، لعبه الاثاره، لعبه المتعه. وهيستلم هيثم السعيد، وهيثم مره ثانيه انما على طول وهو بيستلم ابراهيم العدوي تعامل معاه فاول. يستوجب رميتين حرتين، وده الخطأ الاول على هيثم كمال، وهو تقريبا اختار انه يعمل الفاول مع ابراهيم العدوي لان اقل اللاعبين تسجيلا في الرميات الحرة، لكن اخر رميتين سجلهم ابراهيم العدوي. ويسجل ابراهيم العدوي رمية، ويسجل الرمية الاولى، ويسجل الرمية الثانية. والتقدم للزمالك 78 للاتحاد 74. 25 ثانية على نهاية المباراة. وادي هيثم كمال لمهند الصباغ. مهند ينقل لأحمد طارق الصباغ، ويسجل أحمد طارق الصباغ نقطتين وياخد اند 1. فاضل 12 ثانية و93. بص شوف أحمد الصباغ طاير بالعرض وهو بيسجل الكرة اللي فاتت دي. حماس كبير جدا من لاعبي الفريقين. وادي عمرو فؤاد ابو الخير مدير فني نادي الاتحاد السكندري. وادي عمرو ابو الخير، هل هيسجل ويقل الفارق الى نقطة واحدة؟ ويسجل ويقل الفارق لنقطة وفاضل 12 ثانية، ويطلب عمرو ابو الخير وقت مستقطع.